صباح الفل وصباح الجمال على احلى الحلوين يا احلى بنات، صباحكم انتوا يا احسن ناس. عايزاكم بقى تصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده فيديو ال200 جنيه. ال200 جنيه يا قطايط. النهارده هنعمل فطار من العيار التقيل. مطلوب مني بقالي كتير، بس كل يوم اقول لهم بكره 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 عشان الاسعار بقت نار، بس النهارده انا قررت اعمله وهظبطه على قد الامكانيات. بيقولوا لي انت كنتي بتعمليه كتير يا ماما الايام زمان، دلوقتي بقيتي بتعمليه من زمان، من زمان لزمان. قلت لهم لا خلاص هعمله لكم يا احلى عيال. انا النهارده نويت ان انا ادلعهم باقل الامكانيات، على ان دلوقتي ال200 جنيه دول ما يجيبوش حاجه اصلا من الحاجات اللي هم عايزينها. والله يا بنات قعدت الف ياما 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 عشان اعرف اجيب اللي هم عايزينه. أنا النهارده هعمل حاجه حلوه، وهعمل كمان فطار بس كمان من العيار التقيل، وهكلمكم في حاجات انتوا قلتولي عليها في الفيديو اللي فات. اللهم صل على النبي. نزلت بقى طبعا السوق وجبت كل حاجة على ما يرام عشان خاطر اريح العيال واعمل لهم الحاجة اللي هم نفسهم فيها، لان هم بصراحة صعبوا عليا. ومن ساعة لما انا كنت تعبت وساعة الظروف اللي حصلت اللي فاتت دي، انا كنت باكلهم اي حاجة كل يوم، اي حاجة اي حاجة، مكرونة ماشي، صينية بطاطس ماشي، حبة رز وحبة اي خضار ماشي. وكنت يعني كنت مكحرطاهم بمعنى صح، كنت مكحرطاهم. فالنهاردة بقى قررت ان انا اعمل لهم سمك. بس سمك ايه؟ عايزه اقول لكم بقى ايه، هعمل لهم اكله كامله متكامله من سفره سمك من العيار التقيل، لان هم كانوا نفسهم فيها. جبت حبه حاجات بسيطه بس على قد الايد. اللهم صل على النبي. جبت 4 سمكات بولتي زي ما انتوا شايفين كده، عشان يبقى كل واحد سمكية، ونص كيلو جندفلي. النص كيلو ب30 جنيه، وال4 سمكات قطعوا معايا 65 جنيه. كيلو السمك تقريبا كان ب80، ب85، مش فاكرة بصراحة يا بنات. المهم السمك قطع معايا 65 ال4 سمكات، و 30 جنيه اللي هو الجندوفلي. والسمك اسمه ايه مش سمك، الجمبري ده عمل معايا 40 جنيه. هو مش كبير، هو بصوا كبير على صغير، يعني هما بيسموه العقر باين تقريبا كده. هو مش كبير اوي، لان بصراحة سعر الكبير من 300 وانتوا طالعين صعب اوي. وعملت له، وجبت كمان ب5 جنيه بسارية. هو الكيلو بالظبط ب 15 جنيه، وفي ناس بتبيعه ب20 وفي ناس بتبيعه ب30. انا جبت ب5 جنيه، معرفش بقى طلعوا قد ايه. وجبت كمان الكابوريا. الكابوريا كانت ب100 جنيه. انا وزنت 4، فقال لي لا مش ظابطين الميزان، فحط واحدة 5 زي ما كمان، واحد 50 جنيه بالظبط، يعني نص كيلو. احسبوا انتوا بقى كده انا صرفت كام. يبقى 30 جنيه الجندفلي، و40 65 جنيه اللهم صل على النبي السمك، و40 جنيه الجمبري، و5 جنيه البسارية، و50 جنيه اسمها ايه، اسمها ايه، الكابوريا. بس كده يا بنات. والحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انا عندي رز لان ما كانش عندي رز ولا طماطم ولا الحاجات دي كلها، كنت هصوت بقى. المهم ان انا عندي رز الحمد لله ما جبتش. جبت بقى بتنجان. ال3 بتنجانات دول عملوا معايا 5 جنيه، هو الكيلو ب10 جنيه. وجبت حضرة سلطة، عندي طماطم عشان السلطة، وعندي خيار، وعندي جزر، وعندي بصل الحمد لله، يعني مش محتاجة ده. بوريكم بقى المطبخ عامل ازاي، عشان انا هروقه واظبطه الاول قبل ما اعمل اي حاجة. ودي اهم حاجة قبل ما تعملي اي حاجة وتتجهي للاكل والشرب، لازم تكوني مظبطة البيت كامل مكمل. فانا هروق كل المواعين دي كلها، هرصها في مكانها، وهبتدي بقى اعمل الاكل وانضفه واظبطه وههيئه، وهوريكم بقى ايه الحاجة. تمام يا بنات. المهم لميت المواعين وظبطت الشقة طبعا برا كلها، ورحت جاية منضفة السمك تاني طبعا عدت عليه. والبسارية برضو حسلتها حسلة كويسة، وحطيتهم في مية وملح وليمون. والكابوريا نضفتها تنظيفة كويسة. والجمبري نقطته، يعني الصغير قوي ده هفصصه انا وهحطه مع الرز، والكبير هو اللي هعمله في مع نفسه يعني. والجندوفلي طبعا حسلته وظبطته عشان خاطر اعمله. بس وابتديت ان انا اقسم كل حاجه كده في الطبق. حطيت الجندوفلي لوحده، انا كنت هحط الكابوريا مع الجمبري مع الجندوفلي، بس حسيت ان الموضوع مش هيبقى الطف حاجه يعني بصراحه. فقلت لا يا بنتي، خلينا زي ما احنا. وعايزه اقول لكم ان الجمبري ده اصلا الراجل قال لي عليه 100، وانا نزلته ل80 بالعافيه.
انا كنت زمان بجيب الجمبري ده والله يا بنات كنت بجيبه ب40 وب30 جنيه، وكنت بقعد افصصه واحطه مع الرز، يعني كنت اجيب نص كيلو ولا ربع كيلو افصصه واحطه مع الرز بس. دلوقتي عشان ااكل ولادي جمبري لان اسعاره فعلا بقت عاليه، يعني سعر الجمبري اللي هو المفروض الولاد عندي متعودين عليه اللي انا بجيبه على طول وتمام، اقل حاجه 200 جنيه، اقل حاجه. ده اللي هو باين، يعني باين ان هو جمبري وتعرفي تفصصيه. لكن ده بصراحه كان صغير ما كانش كبير، يعني حتى بعد ما نقطته برضو ما كانش كبير قوي. بس مش مهم، قلت يا بنتي اهم حاجه ان الولاد ياكلوا، او بمعنى اصح الحاجه اللي هم طلبوها انا حاولت ان انا اعملها لهم على قد ما اقدر. وكمان هعمل لكم حلو بدون اي حاجه، هو ده موجود عندي بس هو سعره 10 جنيه، يعني انتي ممكن تعملي حاجه حلوه ب10 جنيه، بسيطه جدا. حطيتي بقى ايه على الجمبري والكابوريا والكلام ده يا ام ياسين؟ حطيت طماطمايه، فلفلايه، بصلايه، فصين توم، وملح وكمون، او بمعنى اصح اللي هو الملح المبهر اللي احنا عاملينه مع بعض. اللي ما شافوش طبعا يرجع يشوف الفيديو، انا عامله الملح المبهر ده لاي حاجه. حطيت الملح المبهر وليمونه وطماطمايه وفلفلايه وبصلايه وفصين توم وعصره الليمون، وبس كده هحطهم على النار بدون اي ميه ولا اي حاجه، وقطعه جزر صغيره. الجزر بيديها نسبه تسكيره بس بسيطه، نسبة تسكيرة ما يعني ما بيعملش حاجة خالص، بس بيدي نسبة تسكيرة بسيطة زي ما انتوا شايفين كده. يعني الحاجات اللي انا حطيتها، يعني طماطمية واحدة قسمتها على التلاتة، بصلاية واحدة قسمتها على التلاتة، فلفلاية واحدة قسمتها على التلاتة. طبعا بقى لو بتحبيه مشطشط حطي شطة، انا حطيت رشة شطة في كل واحدة. لو ما بتحبيش الشطة خلاص، او ممكن تحطي قرن فلفل حامي. بس وزودت كمون، وزودت اللهم صل على النبي كزبرة، لان انتوا عارفين السمك بيحب الكمون زيادة شوية. بس ونضقته كده شوية او نطقته وحطيته على النار، وهعمل بقى التحديقة بتاعة السمك، توم وملح وكمون وحبة ملح مبهر بس كده. ورشة اللهم صل على النبي، مش رشة، وقطعة فلفل اخضر لو في، مفيش خلاص. بس يا بنات الناس بقى اللي كانت في الفيديو اللي فات، برضو عايزه اقول لكم على حاجه. الناس اللي كانت بتقول لي كبري دماغك واحنا الكلام ده كله، انا اسفه طبعا ان انا مردتش على الكومنتات، بس التليفون عندي معلق بقاله فتره، وكل ما اجي اكتب كلام يكتب كلام يعني حروف تانية، فهمتوني؟ يعني الحروف ما بتتظبطش، فحقكم عليا معلش، عشان كده مش عارفه ارد. بس ان شاء الله باذن الله هظبطه، وهرجع اظبط التليفون يعني، وهرجع ارد زي ما كنت. كبري دماغك وكده. والله يا جماعه انا مكبره دماغي، مفيش اي حاجه اصلا في دماغي خالص نهائي. بس انا كنت حابه اوصل المعلومه عن طريق الفيديو، انا ما كنتش حابه اتكلم في الاول، بس لقيت الموضوع زاد والكلام كتير كتير كتير، وانا انا عارفه ان انا ما بعملش حاجه غلط طبعا الحمد لله. بس لما الكلام يأثر على اللي حواليا هو اللي ضايقني. بس لكن كنت الاول ما بحطش في دماغي الكلام، لان كان اللي حواليا شايفين ان انا ما بعملش حاجه غلط، انتي كويسه، ما فيش اي حاجه تضرك، في ناس بتحبك، الكلام ده كله. فكان بالنسبه لي الموضوع مش مهم. لكن دلوقتي الموضوع بقى بيأثر عليهم، وبالذات ان هم كمان مش شايفين منه مصلحه، فهمتوني؟ فبقى الكلام كتير بس، وكلام يعني ايه زي ما بيقولوا كده، الزن على الودان امر من السحر. هو ده اللي كان محليني ان انا اتكلم، لكن انا مش حاطه الناس دي اصلا في دماغي خالص. والناس دي على فكره مش كومنتات، عشان بس الناس اللي فاهمه ان هما كومنتات، ناس كتبت كومنت وكده وانا برد عليه، لا خالص، نهائي نهائي نهائي، هم مش كومنت، هم ناس اصلا مش من القناه، هم ناس آه من الداخل، يعني ناس عارفيني شخصيا وعارفين الناس اللي حواليا شخصيا، هو بيتواصل معاهم والكلام ده. بس عشان كده انا اتكلمت في الفيديو، لان انا عارفه ان هما بيتابعوني، وعارفه ان هما هيفهموا، وانا مش عارفه اتكلم معاهم وجها لوجه، او مش عارفه اقابلهم، فعشان كده بس. المهم يا بنات، عشان افهم بس وجهة نظري او افهمكم الموضوع، انا ممكن المره اللي فاتت ما اتكلمتش بطريقه مباشره، بس عشان انا ما كنتش عايزه افتح في كلام اكتر من كده، بس هي دي الحقيقه يعني. وانا ان شاء الله باذن الله هعمل زي ما حبيبه قلبي قالت لي، صلي صلاه استخاره كده وشوفي ربنا هيبين لك الصالح ليكي وهتعمليه يعني.
وانا والله هعمل كده تاني، بس انا عملت قبل كده الموضوع ده مرة واتنين وتلاتة في اول قناة اللي احنا قفلناها مع بعض. ولما قررت ان انا افتح قناة تانية برضو صليت صلاة استخارة وربنا يسر لي امري وفتحت القناة التانية. وزي ما انتوا شايفين يعني شوية المشاهدات فوق وشوية المشاهدات تحت، مش زعلانة الحمد لله. فعادي، ده اللي ربنا كان كاتبهولي، فهعمل ده تاني وهشوف الدنيا فيها ايه. بس وكل ربنا يجيبه خير ان شاء الله باذن الله. الجزء اللي احنا جايبينه لعدم الطرطشه ده حلو جدا يا بنات، والله والله حلو جدا ومفيد. بيمنع الطرطشه على الحلل وبيمنع الطرطشه على الحاجه اللي حواليكي. فاللي عنده المكان ده ضيق وبيطرطش على كذا حاجه ممكن يجيب الجزء ده. وانا كمان جبت ورق الالومنيوم زي ما حبيبتي قالت لي، وحطيته على الجزء اللي جنب البوتاجاز عشان خاطر يلم كل الدهون بحته لزق. وكمان كان عندي استيكر اللي هو بتاع البوتاجاز ما بستخدمهوش يعني، رحت جايه ملزقاه من تحت كده، لو انتوا زي ما انتوا حطوا بالكم لزقته عشان برضو اي طرطشه تبقى عليه. وهشيله على طول، طبعا لزقته بلزق ما لزقتوش باللزق بتاعه. طيب بتعملي ايه يا ام ياسين دلوقتي؟ انا حمرت بصله وهي حط منها حته توم، ونزلت عليها حته تومه من التوم اللي احنا عاملينه مع بعض، اللي احنا عاملينه للسمك. وكمان نزلت عليها الجمبري اللي انا فصصته، هو مش كتير ومش كبير، هو حبه صغننين كده، بس المهم ان طعمه يبقى حلو. بس كده، وهعمل الرز يا بنات وخلاص على كده. وده كده فطارنا المتواضع، حاجه كده بسيطة وسهلة. سفرة كاملة متكاملة فيها كل أنواع السمك زي ما بيقولوا الولاد طالبينه. طبعا هو في أكيد سمك أكتر من كده بكتير، بس بالنسبة لي الولاد طالبينه. هم طالبين سمك مقلي وطالبين كابوريا وجمبري وجندفلي والحاجات دي. فعلا أنا بقالي فترة كبيرة جدا ما جبناهاش، فقررت ان انا بقى ايه اروق عليهم. انا صرفت ال 200 جنيه، انا برزقت ال 200 جنيه زي ما بيقولوا، بس يلا مفيش حاجه تحلى عليهم، كله عشان خاطرهم. ده كده فطارنا المتواضع ب200 جنيه، ممكن تظبطوها يا بنات. تجيبي السمك على قد الافراد بتوعك، تجيبي جنبها مثلا حبة بسارية عشان يبقى ده جنب ده، بتنجانة، حبة جندفلي حتى لو اقل من النص مش مهم، كابوريا ممكن تجيبي برضو بالعدد، آه، الجمبري ممكن تجيبي اقل من النص كمان لو هو كبير شوية عن ده. بس كده. والعصير بتاعنا قمر الدين وعناب، لان ياسين ما بيحبش القمر الدين، قمر الدين وعناب. وكمان بقى هوريكم كمان الحاجة الحلوة اللي انا هعملها، حاجة حلوة وبسيطة بقى بعد ما غسلت المواعين وظبطت الدنيا كده. عملنا حاجة حلوة من ما فيش. انا عندي لفة جلاش، لفة الجلاش دي انا في الطبيعي من اول رمضان بجيب جلاش وكنافة وقطايف وبحطها في الفريزر، وكل يوم بطلع حاجة بعملها. فالنهارده قررت ان انا اعمل جلاش. الجلاش ب40 جنيه عندنا الكيلو، فانا اللي انا هعمله هيعتبر ب10 جنيه. انت هتجيبي لفة جلاش هتاخدي ممكن نصها يعني. بصي الكمية اللي انا هاخدها مش كتيرة. وطبعا الناس اللي هتقولي المفروض كنت فرشتي حاجة، والله انا بعد ما عملتها قلت المفروض كنت حطيت صينية ولا حاجة، مش عارفة انا ايه اللي عملتها على الرخامة. بس الحمد لله يعني الرخامة نضيفة وانا مطهراها منضفاها يعني. أنا مش عارفة اتكلم، نضفتها بالحل وكده. فعندي الدنيا نضيفة وبغسلها بالليفة بتاعتها المحصوصة، فهي الدنيا كويسة. عشان بس لو حد هيتكلم، بس انا فعلا قلت لنفسي المفروض كنت عملتها في صينية. بس المهم يا بنات، انا مسكت الجلاش قسمته نص كده، وعديت مثلا 4 5 ورقات، ودنيتها كده زي ما انتوا شايفين، قطعتها زي المثلث كده، وابتديت اللي انا اقطعها اتنيها، عملتها زي المثلث. وحتى لو ما جاتش معاكي مثلث عادي خالص، مش بتستخدم سمنه كتير اصلا خالص. وكمان لو عندك كمية جلاش بسيطة جدا ممكن تعمليها بيها بدون اي حشوة، بدون اي مكسرات، بدون اي حاجة خالص، هي فاضية، هي مجرد بس دي ومعلقتين سمنة والشربات طبعا ان احنا متعودين عليه، اللي هو كوبايتين سكر على 3 كوبايات مية على ليمون على فانيليا. طبعا ده حاجات اساسية موجودة عندنا الايام دي في البيت بسبب الكنافات والحاجات دي اللي احنا بنعملها كتير. وما تقلهوش قوي يعني، حاولي ما تقلهوش قوي. السمنه فيها رشه بيكنج باودر، رشه بسيطه جدا جدا جدا. وابتديت ان انا اعملها كده بالفرشه زي ما انتوا شايفين. يعني ايه، هتورق وهتبقى عاليه وهتبقى هشه بسبب البيكنج باودر. مش لازم تدهني ما بين كل طبقه وطبقه، هي بس كده على الوش زي ما انتوا شايفين، زي ما انتوا شايفين كده، هي
نافشه وتمام التمام وطعمها حلو جدا يا بنات جدا. حطيت عليها شربات، طبعا انتي حره بقى، بتحبيها مقرمشه تحطي قليل الشربات، بتحبيها طريه قوي بتزودي الشربات. انا عن نفسي الولاد عندي بيحبوها اللي هي الطريه، مش بيحبوها مقرمشه بالنسبه للبقلاوه. انتي بقى بتحبيها مقرمشه قليل الشربات. بس حطيتها بقى في طبق كده زي ما انتوا شايفين، ورشيت عليها رشة مكسرات بسيطة جدا من فوق وكده. الحلو بتاعنا ب10 جنيه يا احلى اخوات. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا، وتكون الميزانية دي حلوة، ميزانية ب200 جنيه فطار وحلويات. يا رب تعجبكم يا احلى اخوات. انا بحبكم كتير وبحبكم كتير في الله. ما تنسوش بقى اللايكات والكومنتات والكلام الحلو يا احسن ناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.